في سنة 2004 بنلاقي واحد معاه طفلين، الأول عمره 11 سنة والتاني 8 سنين، داخلين يعملوا اختبارات الناشئين في نادي إنبي. الطفل الأكبر لفت انتباه مدير القطاع وقتها وقال نصا الولد ده مختلف ومستنيه حلم كبير. وبيتقابل صالح جمعة وقتها مع نادي إنبي. صالح جمعة يعتبر حالة غريبة على الأقل بالنسبة لي، يعتبر أكتر لاعب شفته من ساعة ما شجعت كورة كل الناس تقريبا بتحبه أكتر ما هو بيحب نفسه. جمهور بيبلع له الزلط وعايزه احسن، اعلام بيدعمه في كل فرصه صالح بيقدم فيها حاجه كويسه، زمايله في الملعب بيتكلموا عنه حلو، مش هتلاقيهم غير ودايما بينصحوه. ما شفتش حد بيغير من صالح جمعه، بالعكس الكل كان زعلان عليه وعلى موهبته. ايه اللي يخلي انسان الكل بيحبه لكن هو مش بيحب نفسه؟ صالح مش متعمد ان هو يعمل حاجه او متعمد ان هو يطلع سمعه، بالعكس صالح لا بيكلم صحفيين ولا هو صالح عنده مشكله في اللايف ستايل بتاعه. انا نفسي ارجع العب كوره تاني مش قادر. فيا صالح عندك الحياه كلها، ربنا يديك الصحه بعد ما تبطل. نعم. ركز في الكوره لحد ما تبطل، وبعد ما تبطل عيش حياتك زي ما انت عايز. نعم. لانك لو بطلت هتحس احساس اللي انا حاسه دلوقتي ان انا نفسي ابقى موجود في الملعب. صحيح. ومش قادر. يعني نصيحه من واحد لسه مبطل. صحيح. نصيحه ايوه طبعا. نصيحه من واحد لسه مبطل بقاله سنتين. يا ابني ده اكل عيشك، ده رزقك. صحيح. ده مستقبلك. مش هتجيلك فرص ان الناس بتحبك. بدايات صالح جمعة كانت لعب فترة قصيرة جدا في مراكز الشباب، بعدها بيوصل على نادي إنبي، بيبدأ مع فرق الناشئين في إنبي من أول 11 سنة لحد ما بيتصعد فريق أول في موسم 2010-2011 وهو عنده 17 سنة. بينور أكتر صالح جمعة في الدوري المصري عشان يقدر بعدها على طول ينضم لمنتخب مصر في أكتوبر 2011 في مباراة ضد النيجر، في مباراة رسمية دولية في تصفيات أفريقيا، عشان يكون من أصغر اللاعبين سنا للانضمام لمنتخب مصر وهو عنده 18 سنة وشهرين بالظبط. واللي كان قبلها نجم بارز مع منتخبات الشباب، شارك في أفريقيا للشباب وكأس العالم للشباب في 2011 وبعدها بيكون من الركائز الأساسية في أولمبيات لندن 2012 لحد ما بيكسب جائزة أحسن لاعب إفريقي في أفريقيا للشباب في 2013 عشان يقدر في نفس الوقت يروح يعمل معايشة مع نادي اندرلخت البلجيكي واللي كان رشحه وقتها الصقر المصري أحمد حسن. بيخلص فترة معايشته مع اندرلخت وبيطلع بعدها على طول بيعمل فترة معايشة تانية مع فريق بروسيا دورتموند اللي كان بيدربه وقتها المدرب يورجن كلوب، والفريق في أهم وأقوى لحظاته تاريخيا. انضم صالح قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا اللي كان بين بروسيا وبايرن، واحتكاكه بلاعبين زي ليفاندوفسكي وجندوجان بيشيد بمستواه. وقتها يورجن كلوب المدرب عرضوا عليه وقتها بروسيا انهم ياخدوه، ولكن بشرط انه هيتم اعارته النادي في الدرجة الثانية لمدة سنة وبعد كده يرجع تاني، لكن صالح وقتها للأسف رفض. وكانت حجته انه حاليا في قمة تألقه ولسه كسبان جايزة احسن لاعب في بطولة افريقيا للشباب، وبالتالي ما تمتش الصفقة وما راحش عشان يرجع بعدها على نادي إنبي. كل ده واحنا لسه في 2013 وهو عنده 20 سنة. هات كوباية الشاي بتاعتك وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة والسودان واي انسان بيعاني على وجه الارض. يلا بينا نكمل. تحديدا في يناير 2014 بيطلع صالح من إنبي إعارة على فريق ناسيونال ماديرا في البرتغال لمدة سنة ونص مع أحقية الشراء، وهو النادي اللي بدأ فيه كريستيانو رونالدو قبل ما ينضم لسبورتنج لشبونة. بيبدأ أول مباراة معاهم وبينزل كبديل في أول نص ساعة، وتعتبر أول مباراة ليه مع الفريق في الجولة 16 من الدوري البرتغالي، عشان في ثالث مباراة ليه بيسجل أول أهدافه اللي تعتبر كانت الجولة 18 وكانت بعد 10 دقايق من نزوله، وبيعزز رصيد فريقه انه يفضل في المربع الذهبي وقتها. بيقدم مستويات كبيرة وبيخلي الإعلام والصحافة بتشيد بيه هناك. الجمهور هناك كان بيتعامل معاه على انه مارادونا، وده مش كلامي، ده على لسان وكيله. وبيقدر يحصل على جائزة رجل المباراة في أهم ماتش للفريق في الموسم اللي كانت قصاد العملاق بنفيكا، الفريق اللي كسبان الدوري. ولكن صالح للأسف الحياة بتاخده، ولأن الالتزام سر نجاحه بعد ما خلاص الفريق البرتغالي كان قرر يشتريه بيتراجع عن القرار. مستواه بينزل في فترته الأخيرة مع ماديرا وبيرجع على إنبي. احنا شايفين معاك واحد من الفرص الضائعة في الكرة المصرية. ايه اللي خلى صالح جمعة ما يكملش؟ هو كان ماشي كويس جدا، بيتمرن كويس وكل حاجة. وبعد كده ايه اللي حصل بقى؟ بعد كده انا هقول لك لعيبة الكورة في نوعين، في نوع عنده هدف محدد هو رايح كده، ما اي حاجه خارجيه ما بتاثرش فيه، وفي ناس بالحياه بتاخدها شويه. هو الحياه خدته شويه. بيقرر الاهلي يشتريه من إنبي بمبلغ 7 مليون جنيه، وده في وقتها في 2015 يعتبر رقم كبير في لاعب مصري، ما يساوي وقتها $1,000,000.
من اول ما انتقل صالح للاهلي وهو بقى مادة خام للصحافة. طبيعي لاعب موهوب والجمهور بيحبه اكيد هيحب يشوف اي اخبار عنه، مش هتفرق بقى اخبار صحيحة او اخبار مكذوبة. وللامانة صالح كان بيديهم دايما طرف الخيط اللي يمسكوه بيه، مرة مشكلة مع عماد متعب، مرة مع حسام غالي، مرة مع احمد فتحي. عدم التزامه بمواعيد التدريبات اتسببت في اهدار موهبة من اهم مواهب جيلها. الظروف ساعدته كتير لكن هو دايما كان بيرفض يساعد نفسه. في فترته مع الاهلي على سبيل المثال كان في تدريب للفريق الاحتياطي بيقرر صالح جمعة ما يروحش التدريب اصلا، وبسبب كده بيتوقع عليه غرامة 100,000 جنيه، ومع تكرار الغيابات وعدم الالتزام بتزيد الغرامة المبلغ 750,000 جنيه، وده رقم كبير وقتها جدا برضه. خصومات بالجملة مع الاهلي، خصم ورا خصم لحد ما بتوصل الغرامات لتقريبا 5 مليون جنيه، منها اللي بيتم الاعلان عنه رسمي وغيره اللي كانت داخليا بين النادي واللاعب. الاهلي بيقرر وقتها يطلعه اعارة، وبالفعل بيطلب الفيصلي السعودي للتعاقد معاه على سبيل الاعارة. مدة الاعارة دي بقى كانت قد ايه؟ المفروض 1.5 سنة، لكن قبل ال6 شهور الاولى بيقرر الفيصلي قطع الاعارة مع اللاعب وفسخ التعاقد عشان يرجع على الاهلي تاني. بيبدأ مستواه البدني يقع منه والوزن الزايد بيظهر عليه، لحد ما بيوصل فايلر للاهلي في اغسطس 2019 وبينهي فكرة وجود وبقاء صالح جمعة في الاهلي وبيخرجه بره حساباته تماما. اي لعيب كرة قدم عنده شقين، شق تركيز ومركز في الملعب، شق ذهني وشق فني وموهبه. صالح عنده الجزء الفني، لكن اعتقد بالنسبه لموضوع التركيز اعتقد النادي تم خصم، يعني خصموا له مبلغ عشان ده، فده بيبين ان هو اصلا ما كانش مركز. انا مش هتكلم معاه، انا اتمنى له طبعا حظ سعيد يلعب مع اي فرقه تانية واتمنى له النجاح، لكن اعتقد الفتره الجايه مش هيكون ليه دور معانا. عشان يطلع صالح جمعة بعدها على سيراميكا كليوباترا بعد ما بيفسخ عقده مع الاهلي. بتستمر معاه مشاكل السهر والخروجات، وبيفضل صالح جمعة زي ما هو ما بيتغيرش مع تكرار الاصابات وانه شبه مش موجود مع النادي. والمضحك ان سيراميكا بيقرر يعمل له برنامج تأهيل عشان وزنه. انا اسمع تأهيل من الاصابة، تأهيل نفسي، انما تأهيل لاعب عشان يخس دي كانت جديدة وغريبة. وده طبعا قبل شهرين بالظبط من فسخ العقد بين اللاعب وسيراميكا. وهنا بيطلع صالح جمعة على حلال المشاكل في الكرة المصرية، الفريق اللي عنده نظرة ثاقبة في اختيار لاعيبته. ولو مش فاهم كلامي ارجع شوف حلقة عصام الحضري. نادي الاسماعيلي الواجهة الجديدة لصالح جمعة، اللاعب اللي طلع من الاهلي بسبب المشاكل الانضباطيه رجع من السعوديه لنفس السبب. سيراميكا بيفسخ معاه عقده لنفس الاسباب. بيجيبوا وقتها اعظم رئيس نادي انا شفته في حياتي، عشان بعد سلسله من المشاكل مع ميدو اللي بينصحه بالانضباط والالتزام. ميدو اللي بينصحه، انصحك انك برضو ترجع تشوف الحلقه بتاعت ميدو، وسلسله من الاعتذارات من صالح جمعه انه هيرجع لمستواه. ولكن في الاخير بيتم عرض صالح جمعه للبيع بشكل رسمي. وفكره ان نادي يعرض لاعب للبيع دي غالبا بتكون نتيجة مشكلة كبيرة او كارثة حصلت جوه الفريق، عشان بعد كده بيطلبوا نادي الكرخ العراقي وبينتقل صالح جمعة للدوري العراقي في صفقة انتقال حر. بيوصل صالح هناك في فبراير 2024 عشان بعدها ب3 شهور بيتوقف 6 شهور، يعني 3 شهور مع الفريق بيتبعها 6 شهور ايقاف. فاكر قصة الحضري مع الزمالك لما حكيتها لك في حلقة هروب الحضري؟ هي لا ألم زاد ولا ألم نقص. والغرامة دي كانت بسبب بصق على الحكم وشتمه، وتم تغريم صالح وقتها 25 مليون دينار عراقي، يعني ما يوازي 20,000 دولار أمريكي وتقريبا مليون جنيه مصري. أنا بس بحاول أقرب لك الأرقام، الأمر اللي بيخلي فريق الكرخ العراقي بيفسخ عقده معاه. ومن بعدها لاعب منتخب الشباب اللي خد جايزة أحسن لاعب في أفريقيا 2013 بعد 12 سنة في 2025 بيقعد عاطل في البيت، مفيش نادي بيتعاقد معاه. وبتدخل 2026 ومازال اللاعب بدون نادي. صالح جمعة من بعد ما بدأ مع إنبي وراح الأهلي اشتراه 4 أندية، أهلي، سيراميكا، إسماعيلي، الكرخ، وكلهم مشي منهم صالح جمعة بفسخ التعاقد، وكلهم مشي نتيجة مشكلة مش نتيجة سوء أداء فني، اللي هو أساسا الأداء الفني السيء كان بالفعل موجود، ولكن كان الأسوأ من كده هو السلوك اللاعب اللي كان غير انضباطي في الملاعب. وبالتالي كان النادي بيضطر ان هو يفسخ التعاقد معاه عشان تنتهي مسيرة واحد من أحسن لاعيبة جيلها في فترة الشباب ومن أحسن صناع اللعب اللي جم في الألفية الجديدة كموهبة، إنه يسجل بس 11 هدف في مسيرته كلها. موهبة كانت قادرة تحط نفسها في مكان بعيد، لكن عدم التزام وجري وبعيد عن كرة القدم خلت إن واحد من أهم لاعيبة جيله يكون قاعد في الاستوديوهات التحليلية وهو عنده 32 سنة بدون أي شيء يذكر قدمه في مسيرته. في الآخر لو عجبتك الحلقة ارجع شوف الحلقات اللي قبل كده وقول لنا عايز الحلقة الجاية تكون عن مين، واعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك الحلقات الجاية. سلام عليكم. الحمد لله على السلامة. طب نعمل ايه تاني؟ والله كنا خايفين ما تجيش.